ناس كتير عندها خطأ في مفهوم قوة الشخصية. يعني مثلا بالنسبة لهم قوة الشخصية انك تزعق دوت وتتكلم مع دوت بقلة أدب وتتكلم معاهم بأسلوب وقح، وبالنسبة لهم كده دي قوة شخصية، وده طبعا غلط تماما. طب ايه هدف الفيديو دوت؟ هدف الفيديو دوت ان اعرفك يعني ايه اصلا قوة شخصية وازاي يكون عندك قوة شخصية. قوة الشخصية هي سلاح مهم جدا هتقدر تستخدمه في انك تكون عايز مثلا حاجة فتعرف ان انت تحصل عليها، وقوة الشخصية هتساعدك في حياتك في كل جوانبها. فلو مهتم بالموضوع كمل معايا للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة بتاع يوم السبت، فيديو تطوير الشخصية. هنتكلم عن قوة الشخصية. فكرت اعمل حاجة تخلي المحتوى بتاعنا افضل، وهي ان انا اخد مثلا جزء من كتاب، تمام، والجزء دوت يكون ليه علاقة موضوع الفيديو اللي هنتكلم عليه. وطبعا قلت ابدأ الموضوع بكتاب جامد جدا جدا بالنسبة لي طبعا وبالنسبة لناس كتير، وهو قانون السلطة ال48 للكاتب روبرت جرين. بجد يا جدعان الكتاب دوت جامد جدا 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 بجد. طبعا والله مش دعاية ولا حاجة عشان محدش يفتكر ان دي دعاية او كده، هو روبرت جرين اصلا مش محتاج دعاية، ده حقيقة. والله الناس هتقولك بقى ده واخد فلوس وبتاع وخاربها، والله يا جدعان مفيش الكلام ده خالص. المهم ان شاء الله باذن الله هناخد قانون من القوانين اللي هو قايلها في الكتاب بتاعه وهنستخدمها في موضوع قوة الشخصية، فتابعوا معايا. حتة كده على سبيل التشويق، القانون اللي انا مقتبسه من كتاب روبرت جرين هتكون موجود ان شاء الله الحاجة التامنة، فاستنوا. قبل ما نبدأ الفيديو عايز اقول لكم كام حاجة كده لازم نكون عارفينها، عشان دوت الاساس اللي هنبني بعد كده عليه الفيديو. بس في الاول كده انزل اضغط لايك وسبسكرايب وشوف الفيديوهات اللي فاتت هتفيدك جدا، واعمل اشتراك في القناة وتأكد ان انت عامل اشتراك في القناة عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية ضرب نار. وما تنساش بقى ايه تقول لي رايك في كومنت، ولو مش عندي على انستجرام تعالى على انستجرام. المهم يلا بينا نبدأ الفيديو. في ناس عندها معتقدات غلط او حاجات غلط في دماغها عن قوة الشخصية، وزي ما انا قلت في الاول ان ممكن مثلا يتكلم مع الناس باسلوب وحش، يزعق في الناس، يعامل الشخص اللي اقل منه باسلوب وحش، وبالنسبة لهم دي كده قوة شخصية. بس للأسف جدا الموضوع دوت غلط تماما، بل في غاية الخطأ أصلا، ودي ملهاش علاقة بقوة الشخصية، دي ليها علاقة بقلة التربية وقلة العقل أصلا. تمام؟ طيب يعني إيه قوة شخصية؟ كل شخص ليه مميزاته وليه عيوبه وليه الحاجات اللي هو بيحبها والحاجات اللي هو بيكرهها، ونشأته كانت عاملة ازاي وطريقة تفكيره عاملة ازاي، وكل حاجة في حياته مختلفة عن شخص تاني. فأنا مش هينفع أقول لك دلوقتي قوة الشخصية معناها كذا 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 وده ينطبق على كل الناس، مش هينفع. بس أنا هقول لك الأساسيات اللي بتكون موجودة في قوة الشخصية. قوة الشخصية يعني شخص حر لديه الكثير من القرارات، ولكن يستخدم عقله ويستخدم القواعد العامة في أن يصدر قرارات لها علاقة بحياته. بص كلام لغة عربية بتاعه مش عايزين نفهم الموضوع أكتر. هو شخص حر، تمام، يعني شخص عادي مش مقيد بحاجة أو شخص كده، لا شخص حر يقدر إن هو يقول هو عايز إيه بأفكاره، يعني بيستخدم أفكاره مش بيستخدم بقى اللي هو العاطفة، تمام، وبيقدر إن هو يعمل الحاجة اللي هو عايزها، وشخص جريء وشجاع. بس هي دي قوة الشخصية، تمام. طيب ايه هي بقى الاساسيات اللي لازم نمشي عليها علشان يكون عندنا قوة شخصية؟ اول حاجة اتحدى نفسك. كل يوم بتواجه حاجات اصعب من اليوم اللي قبله، بس الفكرة فين؟ انك ممكن مثلا في يوم تواجه حاجات صعبة جدا وتبين لك ان انت عندك نقطة ضعف في حاجة معينة. طيب ايه الصح في ان انت تتعامل مع الحوار دوت؟ لو انت شخص قوي الشخصية هتتعامل دي نقطة ضعف، تمام، ازاي احولها لنقطة قوة او ما اظهرهاش قدام اي حد؟ ده شخص قوي الشخصية. طب شخص عادي
عادي مش مهم. عندي نقطة ضعف اروح اقولها لفلان وفلان وفلان، انت عارف اكتر حاجة ما بحبهاش ايه؟ كذا. عارف اكتر حاجة ما بحبهاش ايه؟ كذا. انت كده بتسهل لاي حد مثلا ان هو لو لا قدر الله بقيتوا يوم من الايام مش اصحاب مثلا او كده، بتسهل عليه ان هو يقدر يستخدم نقطة الضعف ديت ضدك. طب هو مين اللي اداها له؟ انت. فتحدى نفسك كل يوم واخرج بره منطقة الراحة. انا مش عايزك تسمع الكلام دوت مني تمام، الكلام جميل جدا والله ومنطقي وحلو، خلاص تمام هسمعه وهكتفي بكده. لا، انا مش عايزك تعمل كده. عايزك تعرف يعني اخرج بره منطقة الراحة ازاي؟ انك تحط نفسك في مواقف انت مش بتحبها وتشوف هتواجهها ازاي. اعمل الكلام ده فعلا، اعمله علشان تستفاد بالكلام اللي انا بقوله. اما تحط نفسك في مواقف مش بتحبها صدقني هيديلك ثقة في نفسك وقوة شخصية جبارة. تاني حاجة، تعلم من فشلك. شخص عنده قوة شخصية وشخص ما عندوش قوة شخصية، تمام؟ واجهوا موقف والموقف دوت فشلوا فيه او فشلوا فيه، يعني مش مهم، تمام؟ ايه الحاجة الصح اللي هم يعملوها؟ الشخص العادي تمام انا فشلت فاحبط فالموضوع انتهى. طب شخص عنده قوة شخصية، انا فشلت في كذا، تمام؟ طيب انا لو ما كنتش قررت كذا ما كنتش هفشل فيه. طيب انا فشلت فيه علشان ايه؟ علشان 1 2 3، اعدل 1 2 3 واجرب تاني هنجح فيه. طب لو فشلت عشان كذا هنجح فيه. دوت الفرق بين الشخص عنده قوة شخصية وشخص ما عندوش. ما تخافش من الفشل، لان الفشل هو اللي هيصنعك وهيعلمك حاجات انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجة اصلا. فالفشل حاجة مهمة لبداية النجاح. تالت حاجة، الشخص اللي عنده قوة شخصية لا يقبل بأقل مما يستحق. انت عارف شخصيتك كويس وعارف قيمتك كويس وعندك قوة شخصية، ما تقبلش بحاجة أقل من قيمتك، لأن انت لو عملت كده هتكون واحدة في واحدة في واحدة خلاص ما بقاش في قوة شخصية أصلا، ما بقاش في حياة أصلا. فلا إما تيجي القيمة بتاعتك العالية اللي انت حاططها على نفسك لا اما تجيلك بيها او لا اما ما تسمحش ابدا تحت اي مسمى ان قيمتك تتقل لاي سبب من الاسباب. لا، طالما عندك قوة شخصية يبقى لازم لا تقبل باقل مما تستحق. رابع حاجة، تصرف كملك كي تعامل كملك. عايزك تتصرف كأنك شخص ملك جامد جدا، لا جامد جدا جدا. لما تتصرف بالموضوع دوت قدام الناس هتعاملك ازاي؟ انت حاطط على نفسك قيمة عالية، الناس هتعاملك بقيمة قليلة؟ اكيد لا طبعا. انت اللي بتحط قيمتك قدام الناس لنفسك، فحط اعلى قيمة ممكن تحطها على نفسك وتصرف معاهم كأنك ملك، ولا ارادي هم هيعاملوك كأنك كملك. خامس حاجة، ما تكررش كلامك عشان ما يفقدش قيمته. لما يجي موقف في حياتك وانت قلت فيه قرار، تمام، والموقف دوت اتعاد تاني وانت قلت فيه قرار، لو الموقف دوت اتعاد تالت وانت قلت نفس القرار يبقى انت كده كلامك بيتقال كل مرة، فانت كده قوة القرار ملهاش اي لازمة، ما عندكش قوة الكلمة وبالتالي ما عندكش قوة شخصية. طيب تعمل ايه في الموضوع دوت؟ انك ما تقولش الحاجة مرتين. قلت الحاجة مرة اتعملت تمام، ما اتعملتش قولها تاني مش هيجرى حاجة، بس الاوبشن التاني دوت يكون لاشخاص غاليين جدا عندك، لكن ما تقولهاش تاني، لان لو قلتها تاني خلاص بقت جملة عادية، بقى كلام عادي، ما بقاش قرار من صاحب شخصية قوية. فما تكررش الكلام عشان ما تفقدش قيمته. سادس حاجة، علشان يكون عندك قوة شخصية زود علاقاتك. عندك شخصية قوية، تمام، واي حد جه احتاجك في اي حاجة، فلما يكون علاقاتك كتير في كذا مكان، انت عايز ايه مثلا كذا استنى اكلم لك كذا يخلص لي الموضوع، تمام، عايز ايه كذا هكلم لك كذا يخلص الموضوع. ده كده الناس هتعتمد عليك اكتر وهتشوفك شخص كبير عنده قوة في الشخصية. سابع حاجة، تكلم بنبرة قوية عند اللزوم. لو انت مثلا في خناقة او في جدال مع شخص والجدال دوت قوي جدا،
ما ينفعش تكون نبرتك رقيقه بقى وبتاع وانت بتكلمه بحنيه، ما ينفعش، دي كده مش قوه شخصيه خالص. علشان يكون عندك قوه شخصيه لازم في المواقف اللي تستدعي ان صوتك فيها يبقى بنبره واضحه وقويه، لازم تعود نفسك على الحوار دوت. الموضوع مش هيجي في يوم وليله، بس بانك تحط في عقلك ان مثلا موقف محتاج نبره عاليه وكلام واضح، ساعتها هيبقى عندك فعلا قوه شخصيه. تامن حاجه واخر حاجه، وانا عارف ان انتم مستنيين الحاجه ديت جدا، تمام، ديت من الكتاب بتاع روبرت جرين، وبيقول لك ايه بقى؟ عشان يكون عندك قوه شخصيه لا تنعزل عن الاخرين. هو موضح في الكتاب انك لو انت انعزلت عن الاخرين هيكون سهل ان اي حد يموتك، او سهل ان اي حد يقضي عليك بسهولة. ولو انت انعزلت افكارك هتنعزل معاك، فمش هتعرف تشارك الناس اصلا وتتعلم منهم حاجات كتيرة حتى ولو كانت ثقافة. فهو بيتكلم كده، يعني مثال انا هحطه من عندي اللي هو ايه؟ التفرقة ضعف والتجمع قوة. فبيقول لك لازم ان انت تمشي مع الناس ويكون عندك حلفاء علشان يكون عندك قوة شخصية، وما تنعزلش عشان الانعزال هيسبب لك دمار ومش هيسبب لك قوة شخصية. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. وقبل ما نختم الفيديو عايز اقول لك حاجة بسيطة جدا، ان الشخص اللي عنده قوة شخصية الناس اللي حواليه بيكونوا بيحبوه، بس في نفس الوقت بيخافوا منه. مش بيكونوا بيكرهوه بس هو شخصيته قوية بس محدش بيحبه، ملهاش لازمة. مع ان بعض الناس تقول لك لا ده ليها لازمة جدا، بس في الحقيقة في الحياة العملية ملهاش لازمة. وزي ما قلت لك التفرقة ضعف والتجمع قوة. فعشان يكون عندك قوة شخصية خلي الناس كلها تحبك، وفي نفس الوقت خلي كلمتك قوية، واي موقف يحصل في حياتك القرار اللي تصدره منك يكون قرار قوي طالع من شخص قوي الشخصية. وبس كده، لو عجبك الفيديو او استفدت منه ولو 1%، انزل اضغط لايك وسبسكرايب. شوف الفيديوهات اللي فاتت، تعال على الانستجرام، والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.